السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اخوانا بالله عليكم، بس الفيديو ده انا حبيت احكي معاكم فيه وانا راجع من التمرين كده. يا اخوانا بس في فيديوهات كتير قوي طالعة على التيك توك واليوتيوب وحاجات كتير كده، الناس اللي بتعمل ريلز بيجي مثلا يقف في الشارع زي ما انا واقف كده ويفضل يصور لك ويقول لك بص دبي وبص الامارات وبص مش عارف ايه. البلد جميلة يا اخوانا ومليانة شغل وما شاء الله عليك. ومول الامارات على فكرة، مول الامارات هنا اهو قدام اهو، شوية 5 دقايق ماشي بس. ويقول لك مول الامارات هنا وبص ما شاء الله الفلل والعماير والقصور، والله اكبر. عايز اقول لك نصيحه الله يبارك فيك، بلاش يضحك عليك من بتوع الدعايه. بتوع الدعايه دول اكل عيشهم. فكره ان انت عايز تيجي يا حبيبي فكر وركز. انت بتبيع فلوسك، انا اسف، بتبيع ذهبك وبتبيع صيغه مراتك ولا امك، ولا بتبيع مكانتك، ولا بتبيع سيارتك، ولا بتترك وظيفتك، ولا بتجيب اي حاجه من اي حته. بلاش تضحي بالغالي عشان الرخيص. الغالي وطنك، الغالي اهلك. احنا لما جينا هنا انا كراجل مدرس المجال كان مفتوح قدامي، والمدارس كتير وبتطلب معلمين وتخصصي مطلوب. خد بالك، انت تخصص اللغه العربيه والاسلاميه مطلوب في الدوله. مش هتكلم على التجار اللي طلعوا كمان على التيك توك وبيعيني بيجيبوا المعلمين وبيضحكوا عليهم بتاع 2000 ونص وب 3000. رواتب المعلمين يا اخوانا كويسه هنا. رواتب المعلمين دلوقتي قلت. عشان تبقى انت فاهم، الاول الرواتب كانت فوق العشرة وال11 وكنا بناخد سكن. دلوقتي خلاص بقت النص. الرواتب يا اخوانا بقت النص، وبقت تاخد كمان مش عاجبك مش عاجبك، عايز تمشي امشي. وممكن كمان دلوقتي ما يدكش سكن ولا يديك اي حاجه، ان لم يكن ما بيدكش سكن. اللي عايز اوصله لك، ما تخليش حد يضحك عليك، الله يبارك فيك. مول الامارات اهو، ياما في ملايين، كل يوم بدخل وبخرج وبطلع وبنزل، ولا في اي حاجه من اللي بيقول لكم الناس دي بتقول لكم عليه. عايز تيجي انت، اغلب المؤهلات دلوقتي بتترفض، اللي هي الوسطى والدنيا، اللي هي القليله، اللي هي يعني ما عندوش شهاده او كده، او اللي هو دبلوم. الشهادات اللي بتتقبل العليا واغلبه بيترفض. اغلب الشهادات كمان بتترفض يا اخوانا. انا كمدرس عشان المعلم يشتغل في مدرسه لازم بيتعرض على حاجه اسمها الموافقه الامنيه. الامارات عندها نظام سيستم عالمي او قوي، بيتعدى على السيستم، يتقبل امني يترفض. معلمين يا اخوانا بيتقدم لهم وبيترفضوا امني من جوه الدوله، بيترفض لهم مؤهلات عليا. فبالله عليك بلاش ان انت تبيع كل ما تملك عشان تيجي تدور على وهم. لو انت شهادتك قويه، او لو انت صاحب حرفه او مهنه او صنعه، بالله عليك ركز معايا. صاحب حرفه او مهنه او صنعه او شهادتك قويه تعالى. لكن تيجي مش عارف تعمل اي حاجه، مش عارف انت جاي ليه، ولا بتعرف تتكلم انجليزي، ولا معاك حرفه ولا مهنه ولا صنعه ولا شهاده ولا اي حاجه، وتبيع كل ما تملك وتبيع امك كل فلوسها وتبيع كل اللي وراك علشان خاطر وهم. بالله عليك ابعد عن تجار الوهم. تجار الوهم انا بكلمك عشان انا في مدارس دوليه يقول لك تعالى براتب 2000 ونص. مفيش حاجه اسمها 2000 ونص، ما خليك قاعد جنب امك. مفيش حاجه اسمها رواتب 2000 ونص، الرواتب اعلى من كده. الرواتب يا اخوانا في المدارس والرواتب في الشغل ممكن تعالى ابدا ب 4000 و 5000 ممكن في مدارس الشارقه وفي دبي، في عجمان. دبي لو جيت فيها وعشت ب 5000 درهم هتتبهدل، هتتهان والله العظيم فوق خيالك. السكنات غاليه جدا، وعايز اقول لك السكن بص متر في متر، بارتيشنات بص، عايز اقول لك مقابر المسلمين انضف منها. فاحذر. عشان كده شرطه دبي قامت بحمله بص على كل البنايات، بقت تدخل تكسر البارتيشنات من كتر اللي بيشوفوه. ايه ده يا عم؟ ده سجن صدنايه انضف من اللي كان الناس دي بتسكن فيه. ذل رهيب، ذل فوق خيالك. بالله عليك احذر من تجار الوهم، الناس اللي بتبيع لك ويجي يقول لك تعالى اشتغل في المعمار. المعمار مش سهل، المعمار قسما بجلال الله. انا بص في بنايه هنا قدامي هي لسه بتطلع، او مول بيطلع قدامي اهو. عايز اقول لك الناس بتصحى الصبح تشتغل من الساعه 4 5 الصبح لحد الساعه، والله العظيم لسه شغالين. انا عايز اوريك بس كده، شايف الانوار البيضاء اللي هناك دي، اللي هي ورا اليافطه دي، ده مشروع بنا بيطلع والناس شغاله لحد دلوقتي. شغل من نار 14 و15 ساعه، بيوفر له السكن والاكل والاقامه ويقول له راتبك 2000 ونص او 3000. هو ده اللي موجود. انا عايز اوريك بص كده التاكسي ده، شايف كده التاكسي؟ عارفين ايه ده يا اخوانا؟ دي رطوبه، دي رطوبه يا اخوانا. درجه الحراره فوق ال60، اللي هيطلع راسه هتطير هتتدمر وهتنزل تمشي. والمواصلات غاليه. فتحه التاكسي بس، شايف التاكسي ده فتحته بس كده تفتحه ب5 درهم، ب5 درهم. ف
عشان تروح وتيجي وتطلع وتنزل هتتبهدل. بالله عليك فوق وعقل، فوق وعقل. وبلاش تجار الوهم اللي بيضحكوا عليك، زي اللي بيضحكوا عليك اللي واحده تيجي تقول لك سيب لي السي في بتاعك او ابعت لي على الخاص وانا هشوف. هنبقى نعمل فيديو تاني للي بيتاجروا يا عيني بشقى وتعب الناس اللي بيسيبوا بلدهم وبيجوا عشان 2000 و3 ونص، هم يعني غلابه عايز اي حاجه. احذر من تجار الوهم. ادي المولات مليانه، الامارات فيها اكتر من مليون وزياده واحد بيدوروا على شغل ومش لاقيين وبيخالفوا وبيرجعوا. صاحب حرفه، مهنه، صنعه، شهاده عاليه مطلوبه، تعالى. انجليزي ضعيف مش مشكله، انجليزي معدوم مش مشكله، بس يكون حرفه، مهنه، صنعه او شهاده عاليه، هتيجي وتتعلم. غير كده الهنود قدامي هم بيتكلموا انجليزي يا حبيبي وبيستحملوا شغل اكتر مننا احنا العرب، وبياخدوا نص وربع رواتبنا، وتلاقيه طول ما هو قاعد اوكي سير ويفضل يعمل لك برقبته كده، اوكي ويفضل يلعب لك برقبته ليه قافل بقه. لكن احنا العرب صوتنا عالي، يقول لك اقل من 6 7000 درهم ما اشتغلش. طب خلاص حقق اللي انا قلت لك عليه، حرفه، مهنه، صنعه، شهاده عاليه، بعد كده بقى تعالى. لكن تيجي حضرتك تقعد واحد يحفزك وتاخد لك فنجان القهوه والباور يضرب والتستوستيرون بقى يشعلل معاك وهوب يلا بقى يلا هنبيع ونسافر وعلى شغل. كان غيرك احسن يا حبيبي، كان غيرك اشطر. بييجوا هنا وبيسفوا التراب وبيعيطوا. اعقل وفوق واستخير ربنا كده واستعن بالله. بس كده خلصنا. احنا بنعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله في حاجه تانيه، بس الشغل برضو والحاجات دي. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقبل ما اقفل معلش، لو عندك سؤال متعلق بالشغل او الكلام ده سيبه لي في تعليق وانا هرد عليه. بفضل ان انا بقالي مده طويله جدا في الدوله هنا، من ابو ظبي للشارقه لعجمان لدبي. بفضل الله لفيت في البلد وهقولها لك بصدق باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.